السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي في كل مكان، كل الناس على راسي من فوق. النهارده اقدم لكم حاجة جديدة بالنسبة لأي مشروع حابب تعمله، سواء أرانب سواء حمام سواء عصافير. إن شاء الله هنعرفكم خبرة جديدة في أخبار برضو بالنسبة للحمام أو العصافير، إزاي تتعامل معاهم وإزاي تربي العصافير عندك في داخل البيت. والموضوع مش هيكلفك كتير، وانت في قاعد في البيت عادي بنسهل لك الامور. برضو تعرف وتتعلم ابحاث بالنسبه للعصافير او الحمام او للارانب. نشاطنا زي ما هو يا جماعه. بالنسبه للارانب احنا زي ما بعض، بس في ناس برضو بتبقى عايزه تعمل مشاريع تانية لان ما عندهاش القدره برضو ان هي تشتري ارانب وبطاريات والاف وسر الاعلاف الغاليه اليومين دول. وان شاء الله نعرفكم كل حلقه، هنعمل لكم حلقه عن الحمام وحلقه تانية عن العصافير، عشان برضو كله يتعلم وتعرف تعمل مشروع داخل بيتك ولا تيأس من اي حاجه. دخل جنب دخلك ان شاء الله هنوفر لكم الحاجات ديت وباذن الله. واللي عنده اي استفسار يكتبوا لنا في رسائل الصفحه، ومستنيين تعليقاتكم باذن الله. واي واحد يشرفنا على القناه ديت ما ينساش الاشتراك وينساش اللايك، واللي عايز يشارك يا جماعه يشارك على دماغي من فوق. وان شاء الله انتظرونا في الحلقات الجايه، هنعرفكم خبرات عن كل حاجه وهنعلمك كل حاجه باذن الله. بالنسبه للناس اللي مربين ارانب زي ما احنا، ونشاطنا متكامل زي ما هو، وان شاء الله الجديد برضه هنقدمه لكم. ويا ريت برضه ما تنساش اللايكات بتاعتكم، وعايزين نرفع مستوى الفيديو يا جماعه عشان خاطر الكل يعرف يتعامل ازاي. وان شاء الله النشاطات الجايه هنبقى مع بعض فيها ونعلمكم كل حاجه عملي، واللي مش عملي برضه هنفهمه لكم طريقته ازاي برضه، عشان مش نستنى كل حاجه، عشان برضه في ناس بتجيلها تعب واحنا مبنبقاش عندنا المشاكل ديت. فاحنا عايزين نعرضه برضه حتى لو مش هنعمله عملي. ان شاء الله انا مستني لايكاتكم ومستني استفساراتكم في رسائل الصفحه، عشان خاطر برضه احنا في موسم وعندنا شغل كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.